طيب زمايلنا يعني على طول كده يعني شطار الحقيقه، انا بشكرهم وجابوا لنا على طول على التليفون الاستاذ شريف يحيى نائب رئيس غرفه القاهره، وده طبعا غني عن التعريف. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سيف. يعني دايما تبقى معانا في حاجات مهمه قوي كده، والحقيقه بتفيدنا بارائك المحترمه. يعني انا بتشرف ان بكون معاك يا فندم. يمكن لسه كنا بنتكلم عن الاجتماع بتاع امبارح وخطوات حلوه قوي من غرفة القاهرة، وحضرتك كنت موجود في الاجتماع اللي هو التدريبي للشباب المصري اللي هيتم ان شاء الله تشغيله في السوق الألماني. سريعا كده قبل ما اروح للنقطة اللي عاوزين حضرتك فيها. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك حضرت امبارح، هو بالفعل امبارح احنا كان عندنا زوم ميتنج مع الجانب الألماني لبداية الخطوات أو الآليات التنفيذية للبروتوكول اللي تم إمضاؤه في برلين من حوالي شهر ونص أو شهرين تقريبا. والحمد لله امبارح احنا تقريبا حطينا الخطوط التنفيذية اللي بتحدد الأطر الخاصة بإيه هي هتكون التزامات الغرفة في الفترة المقبلة، وإيه هي التزامات الجانب الألماني في الفترة المقبلة. كويس. على أساس نحول الحبر اللي على ورق ل يعني أشخاص أو مصريين يبدأوا السفر إلى الخارج ويبدأوا رحلة العمل ورحلة تنفيذ مرحلة جديدة من حياتهم تخص المجتمع المصري. وانا بشكركم طبعا على الاجتماع ده، ويمكن الاستاذ امير يعني اكد على الجزئيه دي من شويه، وحاجه يعني اقدر اقول لك حاجه مفرحه جدا في غرفه القاهره. اروح للنقطه اللي عايزين حضرتك فيها، الجمعه البيضاء، ويمكن ولا يفتى ومالك في المدينه. يعني الجمعه البيضاء الجمعه الجايه، ايه تفاصيلها وحضرتك شايفها ازاي؟ بص، هي الحقيقه طبعا قبل بس ما اخش في موضوع الجمعه البيضاء، تاكيدا لكلام حضرتك فيما يختص بزميلي المحترم الاستاذ امير نادر رياض، وطبعا الدكتوره نجلاء النجار، قاموا الحقيقه بدور رائع في البروتوكول اللي اتمضى. وامبارح حضرتك شفت ادائهم، يمكن الدكتوره نجلاء ما قدرتش تكون موجوده معانا في الاجتماع، ولكن كانت حاضره عن طريق الزوم، وهم الحقيقه ملمين بالملف بصوره كبيره جدا، والحقيقه بيقودوا الملف بصوره محترفه ومنظمه ومحترمه. فالحقيقه انا بقدم لهم الشكر بالنيابه عن السيد رئيس المجلس ايمن بيك عشري والساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره بالكامل، وبشد على ايدهم وبشكرهم على ادائهم المحترف والمحترم للملف. وان شاء الله هنشوف الفتره اللي جايه بالتعاون مع الاستاذ مدير المصري وشعبه الحق العماله بالخارج شغل كويس جدا جدا يشرف غرفه القاهره ويشرف مصر بالكامل ان شاء الله. واحنا بنشكركم على هذه الخطوه المجتمعيه المهمه الحقيقه. اما الجزء الثاني الخاص بالجمعه البيضاء، فهي يعني هو الحقيقه بقى موجود على الساحه بقوه بقاله مجموعه من السنوات السابقه، والحقيقه زي ما كنا بنقول مرارا وتكرارا انه المستهلك المصري مستهلك ذكي جدا، وبيبقى قادر على معرفه العروض اللي هي خلينا نقول يعني مش حقيقيه من العروض اللي بتبقى فعليه، وبيبقى عارف كويس جدا هو عايز ايه والايه ده بكام. يمكن يعني انا دايما باكد انه التاجر المصري تاجر بيبقى عارف كويس جدا جدا الفترات والمواسم اللي هو محتاج ان هو يقبل عليها بقوه، واتصور انه الحاله اللي عليها الاصوات من هدوء نسبي بدايه من دخول موسم المدارس لحد الان هتحتم على التاجر المصري وهتحتم على المحلات التجاريه والمصانع ان هي تقدر تقدم الفتره اللي جايه عروض. وانا باكد لك ان في عروض بالفعل يمكن في بعضها ظهر في الاسواق بالفعل في الاسبوع اللي احنا فيه في الويك اند ده، وفي بعضها لسه مقبل ان شاء الله يعني هيبدا يقبل عليه الجمهور ويشوفه بدايه من الويك اند اللي جاي، لان طبعا زي ما حضرتك عارف حسب كميات البضائع الموجوده عند كل مؤسسه
بتقدر تحدد المده الزمنيه اللي بتقدم فيها نسبه الخصومات ونسبه العروض. الحقيقه السوق الفتره اللي جايه هيشوف نسب خصم محترمه جدا ونسب خصم فعليه، وباكد على وبشدد على الموضوع ده وبحط تحته 100 خط، لانه الحقيقه احتياج التعاون ما بين التاجر المصري او المؤسسه المصريه وما بين المستهلك النهائي اصبح حتمي، والاثنين محتاجين بعض والاثنين محتاجين يدوروا عجله الانتاج بشده. الحقيقه انا عايز اشكرك، الحقيقه احنا فعلا في الفتره دي بكلمك كمستهلكين بندور على اي خصومات الحقيقه او اي تخفيضات في ظل حتى الظروف العالميه دي. خليني اقول لك ان ده اساسا منهج غرفه القاهره، يعني احنا دايما بنحاول بكل الطرق ان احنا نعمل عمليه التوعيه واظهار الجانب المضيء دايما في شخصيه التاجر المصري وفي شخصيه الاحساس الوطني اللي بيظهر دايما في الفترات اللي هي بيبقى فعلا في احتياج، ويبقى دايما التماس اللي ما بيبقى ما بين غرفة القاهرة والتجار بيبقى عادة لمصلحة المستهلك النهائي، اللي احنا دايما كلنا بنبقى عارفين ان هو الغرض وهو الهدف الرئيسي ان احنا نخدمه ونقدم له طلبه بأفضل صورة، سواء صورة سعرية أو صورة من شكل من أشكال الجودة. أستاذ شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة طمنتنا، أشكرك شكرا جزيلا.